نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام غزولاتي، سلام دوك الفحلات هذوك الزينات اللي دايما ينتظروا هذه الأطباق التقليدية. اليوم حبايبي اللي وجدت لكم اليوم هو مخلع نتاع زمان، يعني اللي كان يديروه الأمهات والجدات. يعني أنا قلت لكم دائما نجيب لكم إلا الأطباق التقليدية اللي يعني ما نحبهاش تنقرض. اليوم هذا المخلّع اللي وجدته راح تشوفوه، يعني تابعوا معي يعني التحضيرات نتاعو كيفاه وجدناه وكيفاه جا. كيما راكم تشوفوه جاي شهي وجا بنين وجا روعة. أنا يا حبايبي بعد اللي عجنت العجينة كيما راكم تشوفوا هنايا راني نخليها ترتاح، يعني عجينة عادي، يعني دقيق وماء وملح. هذا ما كان ما نديرو في العجينة. هنايا كيما راكم تشوفوا قرطت بصلة رقيقة كيما راكم تشوفوا ولا طحنيها في ديك فتو. هنايا ضفت ليها الشحمة، يعني شوية نتاع الشحمة ما كترتش اليوم. كذلك درت ليه هذاك القوام اللي هو شوية حرور شوية كمون شوية حرور بارد شوية بزار شوية نتاع الثوم كذلك يابس مرحي. هنايا راني نقلي البصلة كما راكم تشوفوا، يعني بالمقادير نتاعها. رميت ليها هذاك القواميتو، درت لها شوية نتاع زيت وراني نقليها بالشحمة بكلش. يعني هذه هي المقادير اللي يعني الحشوة اللي راح ندير بها هذاك المخلع. يعني شوفوا كي راها جايه روعه وبنينه، يعني الريحه راها تطلع يعني تشهي. انا يا حبيبي بعد اللي قطعت العجينه على هذا الشكل، يعني راح نخليها ترسى كما نقولوا حنايا، نخليها ترتاح. من بعد اللي خليناها لتحت كذلك راح نقرصها باش نعمروها بهذيك الحشوه. هنايا واش نديرو، راح ندير يعني ندير فوق هذوك القريصات نديرو الحشوه اللي غادي نديروها في هذا الخبز نتاعنا نتاع الشحمه، يعني مخلع او المشحمه، كل واحد وكيفاه يعني يسميها على حسب المناطق. احنا نقولوا ليها مخلع. هنايا راح نلمد العجينات كيما راكم تشوفوا، يعني في وسطهم ديك الحشوه نلمدهم بالوحده بالوحده باش كي نكون طيب تجيني يعني الحاله سهله، يعني نبدا نهز بالوحده ونطيب. انا يا حبايبي راني قرصتها ودرتها في الطاجين كيما راكم تشوفوا، يعني العمليه سهله. اذا تبعتوا الفيديو من الاول للاخر راح توجدوا هاد المخلعات اللي يجوا بنان بنان مع كاس تاع اتاي، يعني يجوا روعه. يعني احنا هاد المخلع مشنوعين به في الصحراء. هنايا الخبزه راها طيب كما تشوفوا، راني نقلب فيها باش تطيب في الجوانب الكل وتجي طايبه وتجي روعه. يعني حنايا ما نستغنوش على هذا الخبز نتاع المخلع، ما نستغنوش عليه، يعني على الاقل نديروه مره في الاسبوع. كيما نديروش نديروه مره في الاسبوع. وهنايا راني نطيب وحده تلو الاخرى حتى نكملهم الكاع. يعني شوفوا المخلع نتاعي كيما يقول لك ما يتقبش، يعني ما يتحلش. كي ديري فيه الحشوه وتعرفي كي ديري تطلعيها ما تحلش معاك. هنايا الخبزه راها معمره، يعني شوفيها يعني ما محلوله ما والو، يعني حاجه ما طاحتش فوق الطاجين. يعني حبايبي وجدت لكم المخلع نتاعي كما راكم تشوفوا، راه حبه فوق اختها، جا روعه جا بنين جا شهي. ونتمناو تجربوه وتخلوا لي التعليقات نتاعكم في لي كومونتير، راح تشوفوه من الداخل كيفاه باش تعرفوه باللي ما تحل ما والو. شوفوها يعني الشهي. نتمنى حبايبي يكون عجبكم الفيديو، والى فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، بدون ان تنسوا دعمي بجيم والاشتراك، وبطبيعه الحال لنا اللقاء فرجه ممتعه.